شايفين الأوضة دي؟ الأوضة دي اللي خلتني أعمل أول $500,000 في حياتي. خلينا نبتدوا، بس قبل ما نبتدوا عايزك تعمل سبسكرايب ولايك للقناة. شوف كل اللي جاي بنزلكوا حاجات جامدة أوي، الشرطات يا جدعان والله. المهم، أول حاجة تتعلم ازاي تستثمر في دماغك قبل ما تتعلم ازاي تستثمر في فلوس. هو مش أي فلوس تخش لك تروح تصرفها في أي هبل وهطل وخلاص. اتعلم ازاي تستثمر فلوسك، ده اللي هيوصلك من واحد كان تحت الصفر طالع لحد فوق عشان بيفكر صح، مش عشان بياخد فلوس. الناس بتنام وتصحى تلاقي نفسهم مدرات اذا كانت لعيبه كوره ولا ممثلين وبتاع، بعد قد ايه تلاقيهم اعلنوا افلاسهم، سنه بالكتير اعلنوا افلاسهم. ليه؟ عشان ما عندهمش دي، هما الفلوس جات لهم كده. لكن اللي هنا مش موجود. اتعلم ازاي تستثمر في دماغك قبل ما تستثمر في الفلوس. اللي ما بيعرفش يفكر لو معاه ملايين الدنيا مش هيعرف يديرها. ما قدامكش انت تسعى وتصبر. يا رب تكون وصلت الفكره. وبس كده ابقى قلت لكم ازاي عملت المبلغ ده في سن ال 21 سنه. انا لسه ما تمتش 21 سنه اصلا كمان. سلام، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.